السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. تعالوا النهاردة نشوف وصفتنا النهاردة جميلة جدا ومميزة واقتصادية. اقتصادية ازاي يا ماما دودو؟ احنا شايفين ما شاء الله يعني كمية الاكل اللي انتي بتعمليها كبيرة جدا. تعالوا نشوف. والله النهاردة يعني الفيديو ان شاء الله اتمنى ينال اعجابكم. معانا 1.5 كيلو لحمة مفرومة، هنخليهم 3 كيلو وزيادة. ازاي؟ تعالوا نشوف. 1.5 كيلو لحمة مفرومة هنحط عليهم نص كيلو برغل. طبعا البرغل انا كنت نقعاه قبلها بساعة، صفيته كويس، نزلت على اللحمة. معانا كمية من البقدونس، معانا حوالي 3/4 كيلو بصل، بيضتين، 2 باكو بيكنج باودر، معانا ملح، شطة او بابريكا حارة، وفلفل اسود، ونطرة كمون باودر صغيرة، معانا 2-3 معالق زيت. كمان هنحط حوالي 6 أو 7 معالق من الدقيق لغاية لما اللحمة بتاعتنا تاخد يعني السمك اللي احنا عايزين، مش السمك هنقول بصراحة مش عارفة اطلع الكلمة، يعني تاخد العجينة تكون متماسكة معانا. اعذروني في اللبخة اللي انا فيها. المهم كان عندي صدور فراخ. طبعا انا عندي بنت ما بتاكلش لحمة قد كده، فلازم ارضي جميع افراد الاسرة. اما اللحمة انا عملت منها 4 وجبات زي ما احنا شايفين. شكلتها وقلت يعني بدل مولعين الفرن هناخد النهاردة الكمية كلها وهحتفظ بيها في التلاجة. بعد ما تبرد هحطها في اكياس. اتغدينا وما شاء الله فاض مننا بطاطس وكمان صدور ومن الكفتة اللي كنت عاملاها للغدا. شكلت تاني برضو كفتة زي ما احنا شايفين الدوائر والاصابع، وكمان ما شاء الله يعني انا بعمل الحجم كبير، يعني حجم الصوبع او البالة الكورة اللي انا بعملها كبيرة، يعني ما شاء الله ممكن نقسمها 2 أو 3. يعني الصابع اللي انا بعمله ممكن ناخده 2 و3. يعني ما شاء الله كمية اللحمة تقضيكي لو هتعملي وجبات في رمضان، لو هتعملي عزومة هتشرفك قدام ضيوفك. ما شاء الله جميلة جدا جدا جدا، متماسكة زي ما قلت العجينة متماسكة، يعني انا اتلخبطت في الكلام. العجينة متماسكة، الطعم مش يعني محدش يقدر يفرقه ان في برغل او في بصل. ما شاء الله طعم وريحة مفيش بعد كده، تشرفك قدام اي حد. يعني ما شاء الله تكوني عازمة بالشكل اللي احنا شايفينه. طبعا اللي عندي الكمية الباقية فص توم عليها صلصة ملح وفلفل وكمون. هعمل ما شاء الله كفتة بالصلصة، ممكن اقلي جنبيها بطاطس، ممكن اعملها مع صينية بطاطس في الفرن واعمل معاها رز. زي ما قلت لكم 4 وجبات وحسب افراد الاسرة زي ما قلنا. ربنا يبارك للجميع. هتقدري تعملي كميات كبيرة اقتصادية ما شاء الله، تشرفك زي ما قلت لك قدام ضيوفك، وتشرفك كمان قدام اسرتك. ما شاء الله طعمها جميل جدا. شايفين ما شاء الله، وزي ما قلت لكم انا بعمل ما شاء الله يعني الصبع يملى العين، ممكن نعمله على 2 أو 3، وزي ما قلنا حسب افراد الاسرة. المهم من 1.5 كيلو لحمة مفرومة هتطلعي 3 كيلو وزيادة. ما شاء الله يعني حاجة كده تشرفك في الطعم، في الشكل، في الريحة، في كل حاجة. ممكن تعمليها في الفرن وتسيبيها لما تبرد وتحطيها في اكياس، بتطلعي منها بتبقى يعني بتسهل عليكي في الوقت كتير. يعني زي ما احنا شايفين كده. اتمنى الفيديو يعجبكم وتكتبوا لي في الكومنتات، واعذروني لو انا ملبوخة في الكلام. يعني بصراحة الوجبة جميلة جدا او الوصفة جميلة جدا. من 1.5 كيلو لحمة عملنا 3 كيلو زيادة. اتمنى الفيديو يعجبكم والسلام عليكم.